دي طريقه جميله جدا للبسطرمه، وزي ما قلت لكم مش لازم تعملوا بالقالب الكبير، تعملوا باي قطعه لحمه صغيره زي ما انا عامله كده اهي، وتطلع معاكم جميله جدا. اي لحمه تشتروها شيلوا منها قطعه او قطعتين واعملوهم اهي، بدل ما تشتروا البسطرمه من بره وغاليه وكده، لا انت اعمليها في البيت اسهل وموفره معاكي وجميله جدا اهي يا جماعه. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هعمل لكم ازاي تعملوا البسطرمة لوحدكم في البيت من غير ما تشتروها من بره ولا اي حاجة. لا انا هخليك انتي تعمليها في البيت وبطريقة ناجحة ومضمونة وكل حاجة تمام. تعالوا نشوف الاول هنعمل ايه. هنجيب معايا قطع لحمة، وطبعا تكون حمرة ما يكونش فيها عظم ولا يكون فيها دهن ولا اي الكلام ده. لو جبتيها وكان فيها دهن او كده بتشيليه وبتخليها ان هي تبقى حمرا وبس تمام. دي بتتاخد على كذا، البسطرمه دي بتتعمل على كذا مرحله مش مرحله واحده وبس، يعني دي هتاخد معايا كذا يوم. فاول حاجه بجيبها، انتي اصلا ممكن تعمليها ايه بتوفر معاكي كتير، وان البسطرمه طبعا غاليه، فانتي تجيبيها اما تشتري اي لحمه من بره تشيلي منها قطعتين وتروحي عاملاها، هتوفر معاكي كتير جدا. فايه هتعملي ايه؟ تجيبي اللحمه وتغسليها كويس وتجيبيها معاكي زي كده، وتجيبي معاكي شوية ملح، وبعد ما تغسليها تفضلي كده تخرميها كده بالسكينة تمام كلها. طبعا زي ما قلتلكوا عايزاها ايه مشفية، مش ميكونش فيها اي عظم ولا اي دهن، وتتخرم كده. دي كده اول مرحلة فيها، وتحطي فيها ملح، تدهنيها كلها ملح من كل الاتجاهات بتاعتها تمام. كل قطعة كده لازم تتملح كويس جدا يا جماعة، اهم حاجة دي في اول خطوة تمام. مع بعض واحدة واحدة هقولكوا كل خطوة هتعملوها ازاي. تمام كده ملحناها كده كل الاتجاهات بتاعتها ملحت كويس خلاص كده. هنجيب معايا مصفى وتحتيها حاجة زي كده وهنحطها فيها، نحط اللحمة كلها جواها كده ونسيبها تتصفى، ونحطها في التلاجة ونغطيها ونحطها في التلاجة لمدة يوم واحد تمام. وتاني يوم تحطيها في التلاجة على الرف الاول، ما ينفعش تحطيها من تحت عشان لازم تاخد هوا جامد، فتحطيها على الرف الاول من فوق في التلاجة مش في الفريزر. وتسيبيها، وتاني يوم هنقول لكم نعمل ايه، بس دي اول مرحلة فيها انك هتملحيها كويس، وتبداي الاول تعمليها بالسكينة كده عشان الملح ايه يدخل من جوه وتتشرب كلها بالملح. بعد كده تملحيها كلها، وبعد كده تحطيها في المصفى زي كده وهنغطيها وهندخلها التلاجة. دي كده كانت اول مرحلة. تاني مرحلة ان شاء الله بكرة هشوفها بعد ما تقعد في التلاجة وتنزل بقى اي حاجة منها وتكون اتشربت كويس، هقول لكم ايه اللي هيحصل. خليكم معايا. رجعت لكم دلوقتي حبايبي بعد ما خلاص زي ما قلت لكم انا عملتها بالملح كلها من الجنبين كده، وبعدين حطيتها في التلاجة لمدة يوم، وادي كده تاني يوم اهي اتشربت بالملح بتاعها كويس تمام. المرحلة اللي بقى بعد كده الخطوة اللي جاية هعمل ايه، هجيب الحاجة اللي هغلفها بيها من بره، اللي هي ايه معايا حلبة مطحونة اللي هي ناعمة زي كده،
ممكن تجيبيها من عند العطار زي ما هي كده ناعمة، او ممكن انتي تعمليها في البيت، تشتري اللي هي اللي يكون معاكي حلبة حصى، وبعدين تعمليها شوية على النار كده، تحمصيها شوية، وبعدين تعمليها في المطحنة اللي هي بتاعة الخلاط، هتعملها لك ناعمة زي كده. معايا توم. تمام. التوم ده حطيه زي ما انت عايزه تزودي زودي، عايزه تعملي حبه قليلين اعملي على حسب ما انت بتحبي التوم فيها او لا. هتحبي التوم فيها كتير بزودي التوم، تحبي التوم فيها قليل يبقى خليه ايه حسب ما انت بتحبي. معايا ملح، بس طبعا مش هاخد كل ده، هاخد منه شويه عشان انا حطيت فيها ملح كتير جدا قبل ما ادخلها التلاجة. معايا البابريكا، لو مش معاكي دي، لو معاكي الفلفل الالوان الاحمر ممكن تنشفيه وتطحنيه، هو ده البابريكا، هو الفلفل الاحمر. تمام. دلوقتي بقى هنشوف هنعمله ايه. حط اللحمه الاول معايا هنا. بص هي نشفت اصلا معايا. بعد كده هجهز العجينه اللي هي ايه بتاعه الغلاف بتاعه البسطرمه. تمام. العجينه دي يا جماعه هعملها ازاي. هنزل الحلبه، تمام. نزلت كده الحلبه، هنزل معاها الثوم، بعدين هنزل شويه من الملح، مش عايزه كتير علشان انا حطيت لها ملح كتير جدا قبل ما ادخلها التلاجة. بعدين هنزل البابريكا اللي معايا. تمام. بعد كده احط لها شويه ميه، شويه من الميه كده، شويه شويه، ما احطش كتير، واقلب واشوف العجينه بقت عامله ازاي. كده عايزه ميه تاني، لسه العجينه ناشفه معايا. البابريكا دي يا جماعه هي اللي بتديها اللون الاحمر اللي هو بتاع البسطرمه دوت، كل ما تزودي فيها هتديكي اللون احمر زياده. حط شويه ميه كمان. اهو يا جماعه شايفين كده بقى شكلها كده في الاخر اهو. هي اهم خطوه فيها واهم حاجه هو طريقه العجين بتاعتها ديت اللي هنغلفها بيها كلها. اهي شايفينها بقت عامله ازاي، تبقى كده معاكم خلاص. هي اصلا ريحه البسطرمه باينه فيها من دلوقتي. بعد كده هنعمل ايه، هنجيب قطع اللحمه اللي معايا ونغلفها. مش لازم يا جماعه يبقى معاكم البسطرمه تبقى عرق كبير من اللحمه زي اللي بيتباع بره او كده، لا اعملوا ايه اي قطعه لحمه معاكم عادي هتبقى بسطرمه. تمام. اهو بتغلفيها زي كده. ادي اول قطعه اهو، من الجنب التاني تلفيها كلها من كل الاتجاهات بالعجينه ديت، علشان لو سبتي اي حته فيها مش متغلفه هتبوظ اللحمه كلها. يعني انت مثلا لو لفيتيها كلها وسبتي مثلا حته صغيره باينه مش متغلفه هتلاقي كلها باظت من اولها لاخرها. لازم تتغلف كويس جدا بالعجينه دي، ان هي دي الاساس. اهو نعملها كده، فاضل الحته دي كده. تعملوا العجينه يا جماعه ان هي تبقى تتمسك معاكم زي كده، شايفينها. البابريكا يا جماعه هي اللي عاملاها اللون ده، وهي اللي هتخليها من جوه تبقى حمرا من جوه.
وتبقى جميله جدا اهي يا جماعه. شايفينها كده انا غلفتها كلها اهو، مفيش حته فيها مش متغلفه، شايفين اهو كده. وابدا اسيبها على جنب واكمل الباقي كله وارجع لكم تاني. دلوقتي يا جماعه خلاص ورجعت لكم تاني بعد ما خلاص انا غلفتها كلها بالعجينه اللي عملتها معاكم. تمام. دلوقتي بقى الخطوه اللي بعد كده هتجيبي معاكي اي شاش او اي حاجه تكون تدخل لها هواء. انا معايا زي دي، معايا دي بعمل فيها انا على طول، فديت دي بتدخل لها هواء يعني. تمام. فهعمل هنزلهم فيها، وزي ما قلت لكم مش لازم اللي هي القطعه اللي هي الكامله، قطعه بتبقى طويله طول، ممكن تعملي بحته لحمه زي اللي انا عاملاها كده عادي جدا وتبقى معاكي جميله برضو. تمام. هحطهم افتحها كده واحطهم كلهم جواها واحده واحده كده. بسم الله. حط بالراحه خالص. خلاص كده يا جماعه اهو دخلتها جوه الشاشه اللي معايا وما خليتهمش كده كلهم على بعض. عملت بقى ما بين كل واحده عملت كده فاصل من هنا ومن هنا، ما ينفعش نبقى كلهم كده على بعض عشان ما يعفنش. انا عايزاها كل واحده تتهوى وتاخد هوا جامد عشان تنشف كويس. فلما اجي اعملها بقى في الهوا في البلكونه هعملها كده اهو زي ما انتوا شايفين، علقه من هنا من الجنب ده ومن الجنب ده واسيبها كده كل واحده كده تاخد راحتها في الهوا. تمام زي ما انتوا شايفين كده اهو اهي. تمام كده هسيبها، وزي ما قلت لكم هتقعد في البلكونه يعني 4 ايام كده، وهطلعها واوريها لكم. اقل حاجه بتقعد 4 ايام. هي اصلا كده اصلا من غير اي حاجه هي كده بقت بسطرمه، بس فاضل لها حاجه واحده ان هي تنشف وتشوفوها من جوه عامله ازاي. ريحتها اصلا من دلوقتي طالعه، ريحتها طالعه بسطرمه وجميله جدا. بعد 4 ايام ارجع لكم. دلوقتي يا جماعه رجعت لكم بعد ما خلصت البسطرمه، قعدت معايا بتاع 5 ايام كده، سبتها في الهواء. تمام. دلوقتي هي نشفت خالص، فهطلعها من الشبكه اللي انا حطاها فيها ديت اوريها لكم في الطبق. خلاص كده يا جماعه اهو طلعتهم منها. وما ينفعش يا جماعه تستعملوها الا ما تلاقوها نشفت خالص كده اهي كده، نشفت خالص معايا كلها. تمام. هقطعها قدامكم كده من جوه ونشوفوها عامله ازاي. تيجي تستعملوها يا جماعه ممكن تستعملوها عادي وانتوا بالثوم بتاعها اللي انا عاملاه، او ممكن تقشروا الثوم زي كده اهو. بصوا ما شاء الله نشفت ازاي، ريحتها جميله، ريحتها تحفه جدا. كلها بقت بسطرمه خلاص. عايزين تستعملوها بالثوم بتاعها تقطعوا بيها اقطعوها عادي، عايزين تقشروها زي ما انا بقشرها كده قشروها. بصوا يا جماعه لونها من جوه شايفين اهو. هقطع حته دلوقتي عشان اجيب حاجه كده اهو يا جماعه. كده جبت حاجه عشان هقطعها قدامكم. تمام. بسم الله اهو. شايفين شكلها من جوه، شايفين شكل البسطرمه يا جماعه. هقطع حته تانية اهو اهو. شايفين ما شاء الله، شايفينها خلاص كده بقت بسطرمه. زي ما قلت لكم عايزين تستعملوها تقشروا الثوم اللي عليها وتقطعوها عادي براحتكم، عايزين تقطعوها بالثوم بتاعها برضو كده اهو على طول. تاخدوا قطعه اللحمه
وتقطعوها بالثوم بتاعها على طول كده اهو، شايفين من جوه اهي. هنقطعها بالثوم بتاعها اهو، بسم الله اهو يا جماعه، شايفين شكلها ما شاء الله عليها وريحتها جميله جدا اهي. تقطعوها بالثوم بتاعها، عايزين تقشروها زي ما انا فهمتكم كده ووريتكم تقشروا الثوم، تقشروه تقطعوها بالثوم، اقطعوه اللي انتوا عايزين براحتكم خالص تعملوه. دي طريقه جميله جدا للبسطرمه، وزي ما قلت لكم مش لازم تعملوا بالقالب الكبير، تعملوا باي قطعه لحمه صغيره زي ما انا عامله كده اهي، وتطلع معاكم جميله جدا. اي لحمه تشتروها شيلوا منها قطعه او قطعتين واعملوهم اهي، بدل ما تشتروا البسطرمه من بره وغاليه وكده، لا انت اعمليها في البيت اسهل وموفره معاكي وجميله جدا اهي يا جماعه. عجبتكم يا جماعه الطريقه ديت؟ جربوها وان شاء الله تطلع مظبوطه معاكم زي ما هي طالعه كده مظبوطه معايا اهي. ايه رايكم اهو يا جماعه؟ عجبتكم الطريقه دي يا جماعه؟ تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولسه مشتركش في القناه ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. تمام. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.